بعد ما خلصنا سلطة الفيتا راح نجهز باقي الفطور كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد من فضل الله علينا، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أبدأ صباحي بذكر الله وأحمده على نعمة الصحة والعافية، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في هذا اليوم ويرزقنا فيه راحة البال والتوفيق والرزق الحلال. أحيانا تكون أجمل بداية لليوم ليست بكثرة الكلام ولا بكثرة المال، وإنما بقلب مطمئن وذكر الله ودعاء من القلب والصلاة على الرسول. اللهم ارزقنا في هذا الصباح رزقا حلالا طيبا واسعا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك، واقض حوائجنا ويسر أمورنا، واصرف عنا الهم والحزن، واجعل يومنا هذا خيرا وبركة وطمأنينة. اللهم انا نسألك رزقا لا ينقطع، وقلبا لا يضيق، ودعاء لا يرد، ونعمة تدوم، وراحة تملأ قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ما خلصنا قهوة أكيد راح نشارككم معانا فطورنا اليومي. أحب أبدأ يومي بأشياء بسيطة، لأنه أحيانا جمال اليوم يكون في تفاصيله الصغيرة، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية ونعمة الأكل والشرب، الله يديم علينا وعليكم. خلونا نكمل وراح نحضر معاكم سلطة الفيتا. سلطة الفيتا طيبة ومنعشة ومناسبة خصوصا بهالأجواء الحارة. خلونا نبدي بسم الله. هاي جبنة الفيتا بدنا نقصها مكعبات. يلا نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، نقطعها بهذا الشكل مكعبات، ونقطع الفلفل الرومي شرايح، نقطع الخيار شرايح، ونقطع الخس قطع صغيرة، ونضيف بعدها الطماط. بس في شغلة مهمة بالطماط، إنه لا تضيف عليه هذا، شيله، لا تخليه، خلي بس القسم القاسي ده شيله عشان ما يبزل بالسلطة، خلي بس هذه. وبدنا نضيف شرايح الزيتون المقطع مع الجزر. هذا شرايح الزيتون مع الجزر حسب الكمية. بدنا نضيف زيت زيتون شوي، يعني تقريبا مقدار ملعقتين. بدنا نحط عصرة ليمونة كاملة، ونضيف شوية دبس رمان، مو كثير، شوي بس طعم. بدها رشة فلفل أسود، مو كثير، شوي بس، ورشة نعناع. وسر طعم سلطة الفيتا هو الزعتر الأخضر، لازم تحط له زعتر أخضر. مقدار يعني ملعقة كبيرة. ونخلط المكونات، صارت عندنا السلطة جاهزة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، صارت عندنا السلطة جاهزة. بعد ما خلصنا سلطة الفيتا راح نجهز باقي الفطور كامل.
وهذا شنكليش سوري. الفطور السوري ما يكمل بدون شنكليش ومقدوس. لازم نقطعه شرايح، وأهم شي لازم نضيف على الوجه زيت زيتون. ولازم بالفطور عطون وزيتون. هذا زيتون شغل إدلب، وزيتون شرايح. طبعا زيت زيتون وزعتر. وأهم خطوة هو المقدوس، مقدوس السوري نمبر 1. جبن سايل. ونسلق 4 بيضات. وهلق يا حبايب، بعد ما تعبنا وجهزنا الفطور الحمد لله رب العالمين، صار كل شي جاهز. وما أحلى هاللحظة لما تشوف تعبك قدامك على السفرة وتحس إنه كل هالتعب راح لما خلصت وجهزت الأكل. الله يجعلها سفرة هنية وعافية علينا وعليكم، يجعل بيوتنا عامرة بالمحبة والبركة، ويرزق كل إنسان محتاج من واسع فضله، وما يحرم حدا من نعمة الصحة والعافية وراحة البال. الحمد لله على نعمة الأكل، والحمد لله على كل نعمة صغيرة وكبيرة بحياتنا. أحيانا أبسط الأشياء هي اللي بتخلينا نحس بقيمة النعمة ونقول يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وهاي بعد ما أفطرت لازم أركض تقريبا شي نص ساعة قبل ما تطلع الشمس. حبيت المي الباردة ويلا. هاي بعد نص ساعة. أهم شي بالصباح لازم تعمل رياضة. وبما أنه اليوم جمعة قررنا يكون غدانا اليوم سمك، وعندنا اليوم سمك حمام عربي، مو حمام اللي يطير، هذا سمك بحري. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كلياته لحم ما في حسك. إن شاء الله نجهز ونعمله بطريقة طيبة ونشارككم كل التفاصيل خلال الروتين. والله يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم، ويكتب لنا ولكم فيها الخير والبركة، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. بدنا نغسله ونملحه وبعدين نتبله إن شاء الله. بعد ما غسلناه وملحناه بدنا نسوي تتبيلة السمك. نص كاسة شاي زيت زيتون، 2 حبات ليمون نعصرهن، 7 فصوص ثوم، وبهارات السمك نضيف ملعقتين كبار بابريكا مدخنة، ملعقة.
ونص ملعقة كزبرة مطحونة. وملح ملعقة. ونحرك. ما شاء الله تبارك الرحمن، صارت التتبيلة عندنا جاهزة والريحة خرافية. نجيب عندنا منسف كبير، نجيب عندنا قصديرة كبيرة، نجيب السمك نحطه بقلب القصديرة ونفتحه، وبعدها نحط عليه التتبيلة. وباليد نسوي له مساج على كامل السمك ونسكر. نحط هنا على كل الجهات، وعلى الجانب الثاني. ولازم الليمون الشرايح نخليه داخل السمك، ونتركه تقريبا من 4 ل5 ساعات قبل ما نشويه أو ندخله الفرن، حتى السمك ياخذ طعم إن شاء الله. ونحطه بالثلاجة مثل ما قلنا لمدة 4 ساعات. الحمد لله تجهزنا ولبسنا أحسن ما عندنا وطيبنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة والقبول. اللهم في يوم الجمعة ارزقنا راحة البال وسعة الرزق وصلاح الحال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لا تنسونا الصلاة على النبي واكثروا من الدعاء في هذا اليوم المبارك. الله يجعل جمعتكم نور وفرح وبركة، ويكتب لنا يكتب لكم فيها الخير من أوسع أبوابه، وجمعة مباركة يا أغلى الناس. وهاي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا السمك بعد ما تبلناه بعد 4 ساعات. ما شاء الله الريحة رائعة. طبعا بدي أشويه بالفرن، واللي عنده فرن كهرباء راح أعلمه على هاي الخطوة، إن شاء الله راح يستفاد منها. بدنا نجيب قصديرة ونمدها على أرض الفرن. نجيب شبك الفرن ونحطه هنا، ولازم نشغل الفرن ونحميه
قبل ما نحط السمك. وأهم نقطة قبل ما نحط السمك بالفرن، لازم نحط عليه زيت زيتون. زيت الزيتون مشان بالفرن ما يحترق، يظل جوسي. بعد ما صار عندنا الفرن حامي، بدي أقول لك الحين ليش القصدير حطيناها. مشان وقت نحط السمك، مشان أي شي ينزل على القصدير ويظل عندك الفرن نظيف. وبدنا نخليه لمدة 40 دقيقة، وبإذن الله تكون السمك استوى. وأهم شي لازم أسوي لكم تومية السمك هذه للتغميس لذيذة. ملعقة ثوم مهروس، وعصرة ليمونتين. ملح ما راح أضيف لأنه لما دقيت الثوم أنا حاط ملح. وكزبرة، كزبرة ناشفة. هذه أطيب ثومية للسمك، جربوها ما راح تندمون. وأكيد الخطوة النهائية زيت زيتون. أحلى وأطيب ثومية، جربوها. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد 40 دقيقة صار عندنا السمك جاهز. شوفوا صاير عندنا جوس، ما شاء الله طعم خرافي. لازم نجيب قطعة جرجير، نشيل لحم سمك. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ما في حسك نهائيا. ونجي نحطه بالثومية، وبالعافية علينا وعليكم، جربوها ما راح تندمون. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا معي واستفدتوا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، لأن دعمكم هو اللي يشجعني أكمل وأقدم لكم كل يوم فيديو جديد. الله يسعد قلوبكم ويرزقكم راحة البال والرزق الحلال، ويحفظكم وين ما كنتم. نشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم بخير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.